تخيل تعيش لحالك في بيتك وبعد فترة تكتشف ان في شي ساكن معك من زمان. هذه قصة جون دو، واحدة من اغرب الحوادث اللي حيرت الجميع. جون دو شاب عمره تقريبا 32 سنة، هادي جدا وما عنده حياة اجتماعية، يشتغل في مستودع صغير وما حد يعرف عنه الكثير. جون انتقل لشقة قديمة وفي منطقة هادي اسمها المنطقة ساوث كارولينا، والبيت اللي اشتراه ذا كان يعني قديم شوي. الطابق العلوي كان فيه بينه فراغ بين السقف والسقف، وكانت فيها فتحات تهوية. الأيام الأولى كانت مرة طبيعية، يقوم يشرب قهوة ويتابع تلفزيون، ومهم عاشها طبيعية. ولكن بعد أسبوعين بدأ يسمع أصوات غريبة، وذي الأصوات كلها يسمعها في الليل، زي مثلا أصوات خطوات، كأن في أحد يمشي فوق السقف مثلا، أو كأن في أحد يتمشى في الممرات. بالله تخيل في بيت لوحدك وتحس بذا الشعور. حاول نقنع نفسه بأنه أصوات طبيعية ومواسير وأشياء تصير في البيت طبيعي، بس الشيء المخيب بأنه صار ذا الصوت ثابت. وفي بعض الأيام كان يوم يرجع من العمل يحس الأغراض كلها متحركة، كرسي اللي كان في الصالة حاطه تغير من منطقته، وملابسه اللي كان مرتبها حصلها مطعشرة، وباب المخزن مع أنه متأكد بأنه مقفول حصلها مفتوح. فجون قرر أنه يركب كاميرات مراقبة في الصالة والمطبخ والممرات والباب الرئيسي. في البداية ما كان في شيء واضح، ولكن في الليلة الثالثة صار شيء يعني صادم له. التسجيل بدأ الساعة 2:43 الفجر، البيت ساكن والأضواء مطفية، وفجأة باب المخزن يتحرك لوحده، وبعدها شيء يزحف من ذا المخزن، جسم طويل ونحيف ويمشي ببطء، وكان نيته على الصالة. فجون هنا كان يناظر وقلبه يشتل وجسمه قشعر. فذا الشخص بقى واقف دقيقة ورجع ودخل المخزن. في الصباح حاول جون يفسر الشيء اللي شافه لكن ما قدر، فراح عند جاره واحد كبير في العمر، أعطاه الموضوع كله. قال أحيانا الأشياء تتحرك في البيوت القديمة يمكن يعني طبيعي، بس اللي شفته ما يجي من بشر. في الأسبوع الثاني الأحداث تصاعدت، جون صار يسمع صوت خطوات واضحة مرة، صوت كان أحد يتنفس بقوة وكذا، صوت كان في أحد يحرك أغراضه. فجون هنا قال لا، ما راح أسكت الموضوع ده. في ليلة من الليالي الساعة 4 الفجر صحح على صوت قرقعة في المخزن، فمسك العصا ومشى بخطأ بطيئة له. ويوم وصل الصالة لاحظ بأن باب المخزن مفتوح، أخذ نفس ودخل المخزن، واللي يتفاجئ بذا الظل الطويل اللي واقف وما يتحرك، يا ثابت يناظر. فجون صار يرجف من الخوف، فجون استجمع قواه وانتشرت برا البيت. ففي اليوم الثاني رجع للبيت وشل التسجيلات، وطبعا رجع الصباح ما حيرجع في الليل. فالشرطة لما شافت التسجيل دي ما قدرت تفسر ايش ذا الموضوع، وما في دليل اصلا بان هذا الشخص بشر.